ولا معانا ضيف غالي وعزيز علينا في زيارة قصيرة لمصر، واحنا استغلينا وجوده وعملنا معاه حوار مهم جدا عن الأفكار الجديدة اللي بيقدمها لنا الداعية طارق أبو خلف. داعية كبير جدا بيدعو للخير بطريقة جميلة جدا. هيكلمنا دلوقتي عن الفكر الجديد اللي هو شايفه منتشر جدا، لان احنا جوانا خير وهو بيطلعه مننا بطريقه جميله جدا، بيبسط لنا اعمال الخير. موضوع يعني يهم كل الشعب المصري ويهم كل الناس على مستوى كل الفئات والطوائف في مصر والوطن العربي. الله يعطيك العافيه والله يبارك فيك يا رب، واشكرك على هذا الثناء الرائع في هذه المقدمه، وهذه لا تغيب عن اخلاق المصريين كما عهدناها. ونجوم في سماء هذه الابطال، كل المحبه والتقدير والاحترام. طبعا انا حتى نكون حديثنا ايجابي وما نطولش على المشاهدين، احنا طلعنا مبادره اسمها مبادره الخير المعلق. مبادره الناس الان زهقت من سرد القصص من فوق المنابر على شيء، حتى بيتفرجوا على الدعاء. الان الداعي صار يخرج على اليوتيوب او يخرج على التواصل الاجتماعي بدور على 3 دقائق يلخص كل حاجه ب3 دقائق. يعني حتى دخلنا بنظام الدعوه بنظام التيك اوي. الان الناس كل حاجه عايزاها تيك اوي، فحتى الدعوة الآن للأسف توجهت إلى التيك أوي. يعني الناس حابة شيء سريع إنه ممكن يستفيدوا منه. فإحنا من خلال ال3 دقائق في بعض الفيديوهات أنتجنا أمور كثيرة. فبنفس المبدأ بندور على أي شيء ما يؤمن فيه القلب يصدقه العمل. لازم اللي هي الدعوة بالقدوة، لازم ننزل للشارع نتكلم مع الناس، نفتكر أفكار ومبادرات تخدم الناس. اللي نهض في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية هي الأفكار والمبادرات. زمان كانت الناس بس تلاقي الواحد بيلم زبالة بالشارع يقول عنه مجنون، هذا معقول هذا بني آدم، ويضحكوا عليه عيال المدرسة. الآن المبادرات أصبحت ليس لها معنى. فإذا إحنا اقتدينا بالدول اللي تطورت عنا 300 سنة حتى نسبقها، لازم ندور على أفكار جديدة. والحمد لله أن مجتمعاتنا العربية تميزت في موضوع المبادرات، خلينا نقول من الحقبة الأخيرة. فأنا بدور على مبادرة إنها تكون ناجحة. للأسف أنا مرات كنت راكب بالسيارة تسمع مبادرة الموسيقى مع أنغام البلالون، وتلاقي الناس تصرف عليها فلوس، وتلاقي مبادرة ثانية العصافير تميل مع الكتب. هاي مبادرات تزول مع زوال الأسباب، بس هل بأرض الواقع إنه هل هي تفيد المجتمع؟ لا، ما بتفيد المجتمع. طب حضرتك هي الفكرة دي طرقت على بالك من قد إيه؟ وإيه اللي خلاك تفكر إنك تعمل خير وتحث الناس على الخير بالطريقة الجديدة دي؟ شوف، المبادرة أول شغلة أنا يعني الناس كلها يعني الحمد لله في اهتمام إعلامي كثير عليها، إذا كان من الأردن أو كان من مصر. هي ما جاتش من المريخ أو من كوكب زيرو. هاي المبادرة هي موجودة بالأصل، موجودة عند الناس. في ناس كثير كانت تخش على الدكاكين تروح دافعة تسأل يا أبو فلان مين عنده فلوس دين كذا بأي شهر رمضان غيره تسدد عنه التزاماته. هذه كانت موجودة من زمان. فأنا أخذت هذه الفكرة بلورتها بطريقة مختلفة جدا، بسطتها للناس، بسطتها سهلتها للناس. يعني حتى أنا اشتغلتها بفرنسا واشتغلتها بإيطاليا على الحائط، واشتغلت فيها في برا يعني. وطبقتها في الأردن، بس نجحت في الأردن نزلت مباشرة على مصر، لأنه الناس دائما عندها تفاؤل وعندها يعني نظرة مختلفة. ومن ناحية أخرى مصر أنا اخترتها كمان على أساس أنه مصر أول شغلة يعني نسبة وتناسب عدد سكانها أعلى، فسهل جدا أنها يعني تقدم هذه المبادرة.